منع سواقين الرخص التجارية الغير قانونيين من الحصول على الرخص ديت في الولايات المتحدة الأمريكية. ايه اللي بيحصل؟ في مشروع قانون جديد اتقدم من النائب دوت اسمه جيف فان دريو. النائب دوت هو نائب من ولاية نيوجيرسي. هو اصلا لما فاز في الانتخابات كان ديمقراطي، وبعد كده اتحول للحزب الجمهوري. المهم النائب دوت عمل مشروع قانون مسميه No Commercial Driver's License for Illegals، او مفيش رخص تجارية لغير القانونيين. المشروع دوت فيه تفاصيل كتيرة، وده طبعا لسه مشروع قانون ولسه حتى متوافقش عشان يتصوت عليه في مجلس النواب. ولكن مشروع القانون دوت عبارة عن ايه؟ هو بيتكلم على عدة نقط، اهمها ان اللي يحصل على الرخصة ديت يكون مواطن امريكي او معاه اقامة دايمة او معاه تصريح عمل مقبول. يعني ايه مقبول؟ لسه مش عارفين، ولكن ده هو اللي كتبه بالظبط في مشروع القانون. النقطة التانية المهمة جدا موضوع اللغة. في تركيز كبير جدا هيبقى في المشروع دوت على موضوع اللغة الإنجليزية، عشان يتأكدوا إن اللي هيسوق وهيبقى معاه رخصة تجارية يكون بيعرف يقرأ ويكتب إنجليزي كويس ويقدر يفهم الكلام، عشان ما يعملش خطورة كبيرة على الطرقات. يعني ما يشوفش ساين ما يبقاش فاهم إيه اللي فيها فيسبب كارثة. مشروع القانون دوت مبني على حاجتين، على واقعتين: واقعة سواق التراك الهندي اللي عمل يوتيرن غير قانوني على الهاي واي وسبب في قتل عيلة، والتاني السواق اللي كان شارب مواد ممنوعة ودخل في عربيات وموت ناس كتيرة. هل هيعدي مشروع القانون دوت وهيتم التصويت عليه؟ وهل هيعدي في الآخر؟ وإيه التفاصيل بتاعته اللي هتبقى في الآخر هي المقبولة وهي اللي هتطبق على الجميع؟ مشروع القانون دوت عايز يعاقب الولايات بتاعة الملاذ الآمن، اللي هو أصلا منها النائب دوت على فكرة، اللي هو من نيوجيرسي، لأن نيوجيرسي من ولايات الملاذ الآمن. فهو عايز يعاقب الولايات ديت لو هي ادت رخص للناس الغير قانونيين، بان هو يوقفوا الدعم الفيدرالي الكامل من وزارة المواصلات للولايات ديت. فايه اللي هيحصل؟ شاركونا برأيكم على الموضوع. تحياتي للجميع، لؤي العاصي من نيوجيرسي. مع السلامة.